بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة للمؤمنين ورفع به أقواما ووضع به آخرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم أحبتي في الله في أولى حلقات برنامجنا الرمضاني نفحات رمضانية مع القرآن الكريم، حيث نعيش معا أجواء الإيمان ونتأمل في نفحات القرآن الكريم. هل تعلمون أن شهر رمضان اقترن منذ الأزل بالقرآن الكريم؟ فهو شهر نزل فيه كتاب الله جل وعلا ليكون نورا وهدى ورحمة للعالمين. فتعالوا بنا لنكتشف سر هذا الارتباط العظيم. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فشهر رمضان هو الشهر الذي اختصه الله رب العالمين بنزول أعظم كتاب. ففي ليلة القدر، تلك الليلة المباركة التي أنزل الله عز وجل فيها القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهنا أحبتي في الله نتذكر أن قراءة القرآن الكريم من أعظم العبادات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. تخيلوا معي كم من الأجور العظيمة التي يمكن أن نحصل عليها في رمضان، حيث تتضاعف الأعمال وتفتح أبواب الرحمة. فلتكن قراءتنا للقرآن الكريم عادة لا تنقطع. دعونا نسافر إلى زمن الصحابة مع قصة الخليفة عثمان ابن عفان رضي الله عنه. كان رضي الله عنه يختم القرآن الكريم في رمضان كل 3 ليال. فعثمان رضي الله عنه كان يرى في القرآن الكريم منهج حياة، وفي رمضان فرصة للتفرغ للعبادة والتقرب من الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، لنقتدي بعثمان بن عفان رضي الله عنه، لنضع جدولا بسيطا في رمضان، فقراءة جزء واحد يوميا يساعدنا على ختام القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك. فاللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وغياب همنا وأحزاننا. إلى هنا أحبتي في الله تنتهي رحلتنا اليوم. نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، حيث نعيش مع موضوع جديد بعنوان القرآن شفاء القلوب والأبدان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.